لما يكون أفضل حجر كريم عند الفراعنة وعند الصينيين يتداووا به روحانيا وجسمانيا، فلازم نفكر في حجر الفيروز. بس أنا مش جاي أقولك على فضائل الفيروز، أنا جاي أقولك إن الفيروز كحجر كريم استحالة تلاقي فيه السيمترية. يعني إيه استحالة تلاقي فيه السيمترية؟ معانا 3 سبح محطوطين وسط أحجار، هتشوفهم شبه الأحجار بالظبط. الحجر الطبيعي الكريم علشان تعرفه مظبوط، أولا لازم هتكون السبحة أو حبات السبحة غير متساوية على الإطلاق، ألوانها غير متناسقة على الإطلاق. حتى لو متناسقة زي دي لازم تلاقي فيها اختلاف. بص هنا اللون والحجم مختلف، هنا الحجم متساوي لكن اللون مختلف، هنا اللون والحجم مختلف. لكن يا صديقي تعال أفرجك على 3 تحف من الفيروز، 99 حبة 8 ملي، 33 حبة 11 ملي، 33 حبة 8 ملي من الفيروز السيناوي الطبيعي مع الفضة عيار 925. ده مرمى سرايا عابدين على الفضة والأحجار طبعا. تعال نشوف أوزانهم. دي أولا الفيروز اللي فيه سيمترية شوية، ده 8 ملي مع الفضة عيار 925. شوف الكركوشة، تعال نشوف ميزانها قد ايه، 36.7. نشوف كمان ال11 ملي مع الفضة عيار 925، 11 ملي للحبات. نشوف وزنها قد ايه، وزنها 41.4. طيب نشوف الأمورة التحفة دي 8 ملي 99 حبة مع الفضة. طبعا احنا بنعمل المئذنة فضة والفواصل فضة والكركوشة فضة، بتكون تحفة جدا من الفيروز. ميزان ال99 50.8. عاوز اقول لك برضو على نقطة معينة احنا بنعملها ومتعودين عليها، ان مفيش فضة بتكون شبه التانية على الاطلاق. من اول المئذنة دايما مختلفة، الكركوشة مختلفة، حتى الفواصل مختلفة، كل حاجة في السبحة بتكون مختلفة، مفيش قطعة بتكون شبه التانية. ده منصر عابدين على الفضة والأحجار. أشوفك دايما على خير.